السوريين، انتو الله كارهكم مو انا، الله مبهدلكم يا اخوي. انتو السوريين لا بمصر حدا يحبكم، لا بتركيا، لا بلبنان، لا بالسويد، لا بألمانيا. مين يحبكم؟ انتو اعطوني اسم حدا يحبكم. انتو اولادكم بيشتكوا عليكم، نسوانكم بيروحوا يبلغوا عليكم، رجالكم حاطه قلاقيلها باللايفات تشهير وتشهير وتشهير. ابوي انت بس فهمني، اعطيني واحد يحبكم. حتى المصر يعني اسمعوا، السوريين مع الاسف الكويس مو كويس كلها راحت بين الرجلين. ان هديك اليوم قلت لكم، امبارح كان حكيت لكم، السوري بعد 3 اجيال مثلا احفادك بيحكوا ايه بسنه مثلا 2015 راحوا هذا اهاليتنا راحوا على السويد، ومن هونيك يعني بعد صرنا سوريين بالسويد. وهاي بيقولوا كمان جدك كان يشهر بيت ستك، امك كمان كانت تبلغ على ابوك هيك. انتوا سمعتكم مو هلا، مو بقوانين اللي هلا تجي تعطيكم خندره بقياس 47 على دمشق، المطار دمشق الدولي. لا، انتوا سمعتكم راحت من 3 اجيال. يعني انت لازم تكون مسيحي، سوري مسيحي حتى تفلت. بس الوحيد اللي فلتوا من هذا المسيحيين. ليش؟ لان السريان والمسيحيين السوريين اللي كانوا من 2000 من التسعينات بالسويد، هدول عملوا شغل حلو. تكون مسيحي ما بيشمل لك هذا. المسلم السني اللي ساويتوه بالدروز، اللي ساويتوه بالازيديات، اللي ساويتوه بالبلدان الثانيه اللي فتحت عليها ابوابها، اللي استقبلت، قال لك معلش انت صار عندك حرب تخلد، ما خليتوا بلد ما خريتوا فيه وما طلعتوا منه. والمشكله لازقين ما بتطلعوا، لا كرامه، لا عزه نفس، لا غرور، لا لا احترام. يا اخي بيطردوك ما بتطلع. يعني هلا السويدي عم بيقول لك احنا انتم السوريين 2015 اكبر غلطه سموكم، ولا كانما بيقول اعطيك 350 ما بيطلع. مرته راحت اشتكت عليه، فضحته فضيحه الله بالمحاكم، يقف يبكي مثل الذليل انه انا ما اغتصبت، انا ما ضربت، انا ما سويت. كلهم بيكذبوا وبيغرموه يحطوه بالسجن، يطلع من السجن بكل وقاحه يبقى بالسويد.